مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى، والذي نستعرض فيه بعض المواضيع الدينية الهامة ونستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم. دعوني أرحب باسمكم وباسم البرنامج بضيف الدائم الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين. حياكم الله. نذكر أننا في صدد استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإذاعية، شبكة سلام الإعلامية، أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. طيب، عودا على بدء فيما ذكرناه في الحلقات الماضية. بعد أن أسلفنا في الحديث عن التوحيد، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشرك، أصغره وأكبره وعن وعي المسلمين به. لكن لو تحدثنا بصورة أدق عن صور الشرك، هل هي ظاهرة فتعرف أم باطنة فتحس؟ وما التفصيل في هذا؟ المايك لكم شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كذلك أن نقدم للمشاهدين ما ينفع. موضوع التوحيد هو ذكرنا بأنه الأساس الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت الكتب وجردت سيوف التوحيد وتحركت جحافل الإيمان في كل مكان من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا على وجه هذه الأرض، وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فكما أن الله سبحانه وتعالى له الخلق وهو المتفرد بالخلق والوجود في هذا الكون، فإنه كذلك ينبغي أن يكون هو المتفرد بالأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن تكلمنا كما تفضلت عن موضوع التوحيد وأقسام التوحيد، ودلفنا بعض الشيء إلى قضية أيضا نقيض موضوع التوحيد وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. وركزنا في الحلقة الماضية عن ما يتعلق بالشرك المتعلق بالماهية والذات الإلهية. يعني هذه ربما تغيب حقيقة عن كثير من الناس، وكثير من الذين الآن في عالمنا المعاصر ربما مشكلاتهم في الشرك هو في هذا النوع، اللي هو الشرك في الماهية، في الذات الإلهية، تصورها التصور الصحيح. وذكرنا بأن هنالك سورة مبسطة لكنها تعادل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو تعدل ثلث القرآن لتعلقها بهذا الأمر العظيم، وهو سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة إنجاز التعبير تماما تعبر عما نتحدث عنه من توحيد الذات، توحيد الماهية، توحيد التصور بالنسبة لله تبارك وتعالى. وذكرنا بأن هنالك نماذج من الشرك مناقضة لهذا، فتعدد الآلهة مناقض لذلك، تعدد اللي هو التبعيض للذات الإلهية مناقض لذلك، كأن يكون له ولد أو تكون له صاحبة أو يكون له بنت كما كان يحدث في أنماط الجاهلية السابقة. كذلك نسبة الخير والشر إلى غير الله تبارك وتعالى، أو تعدد الآلهة في هذا الاتجاه، أو وصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به من صفات النقص، ومن صفات النقص التي جاءت الشريعة لتنزه الله تبارك وتعالى عنه، ومن أسمائه القدوس ومن أسمائه السلام، ذلك حتى ننزهه عن كل صفات النقص. فنسبة الله إلى العجز من أنواع الشرك، نسبة الله إلى الفقر مثلا، كما وقالت اليهود يد الله مغلولة، ونسبوا إليه تبارك وتعالى الفقر، قالوا نحن الله فقير ونحن أغنياء. هذا كله يدخل في النمط الذي تحدثنا عنه فيما يتعلق بوصف الله تبارك وتعالى بصفات لا تليق به، وبالتالي يدخل علينا باب من أبواب الشرك في هذا المجال. فعلى كل هذا باب واسع، ولكن دعني اليوم أيضا أضيف إلى هذا الموضوع، موضوع الماهية والذات الإلهية، موضوع آخر وهو ما يتعلق بالشرك الذي يمكن أن نسميه شرك التعبد والشعائر.
وهو ربما الآن في ساحتنا العامة، ساحتنا الإسلامية بشكل عام، يكثر فيها التنبيه إلى هذا الموضوع، وهو الشرك المتعلق بالدعاء، والمتعلق بالقصد، والمتعلق بالمحبة، والمتعلق بالطاعة. هذه 4 أنواع من الشرك. مهم جدا أن المكلف المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن ينتبه إليها. وستلاحظ أن هذه ال4 لها علاقة بالتصور، لها علاقة بالماهية. فالذي يتصور أو يعرف الله تبارك وتعالى كما عرف نفسه وكما أعلمنا بذاته سبحانه وتعالى، وتصورها التصور الصحيح وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ستلاحظ بأنه يحسن أداؤه في باب التوحيد ويتجنب الشرك. يعني عندنا مسألة الدعاء، عندنا مسألة القصد، عندنا مسألة المحبة، عندنا مسألة الطاعة. هذه متفرعة عن التصورات. فالدعاء نلاحظ من أكثر الأبواب التي طرقها القرآن الكريم من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى باب الدعاء. نعم. هذا الباب العظيم. وستلاحظ عوام الناس وكثير ممن يعني يخوضون ربما في أبواب الشرك يدخلونه بهذا الباب، يدعون غير الله تبارك وتعالى أيا كان هذا المدعو. فكل من يدعو سوى الله تبارك وتعالى، سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو نجم من النجوم أو كوكب من الكواكب أو عبد من عباد الله الصالحين، أيا كان دعاه طلبا للنفع أو جلبا لمنفعة أو درءا لمفسدة، فقد وقع في شرك الدعاء. إذن هذا النوع الأساس في شرك الشعائر والتعبديات، وهو الله تبارك وتعالى حرم على عباده أن يدعوا غيره، وبين لهم بأن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون شيئا، حتى قال لا يملكون ذباب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هذا النوع مهم جدا المسلم أن يتصوره، فيركز على قضية مهمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الحج عرفة، كأنما حصر العبادة كلها في هذا الباب، وهو باب الدعاء. وهنا طبعا سنلاحظ بأن الدعاء قد يكون دعاء تسبيح، دعاء تهليل، دعاء تكبير، وقد يكون دعاء المسألة اللي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء الذكر ودعاء المسألة. فقد يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء الذكر كأن يسبحه ويهلله ويكبره ويحمد الله ويستغفر الله، هذا يسمى دعاء الذكر. النوع الثاني من أنواع الدعاء هو دعاء المسألة، وهذا كثير، وأن تسأل الله تبارك وتعالى ما شئت. فعلى كل إن الله تبارك وتعالى طالب عباده وأمرهم ألا يدعوا سواه، وأن من دعا غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة، وهي تدخل معنا في باب الشرك. وحقيقة هذا الموضوع وحده ربما يستحق أن نفرد له حلقة، حيث طبيعة هذا الباب. النوع الثاني من أنواع الإشراك بالله هو ما نسميه بشرك، أو ما يسميه العلماء بشرك القصد والنية، وهو أن العبد تتجه إرادته إلى غير الله في أبواب الأعمال والتقربات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتقوم أنت وتوجه هذه النية المطلوبة لله، توجهها إلى غير الله تبارك وتعالى. وأخطرها أن من يعمل في دنياه قاصدا الدنيا المحضة ليس لله والآخرة عنده نصيب. هذه اللي هو شرك الإرادة والقصد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم. إذن هذا النوع هو أن الإنسان يقصد بعمله كله الدنيا ولا يقصد به الآخرة، وهذا والعياذ بالله طبعا كثير. يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تأس عبد الدرهم، تأس عبد الدينار، تأس عبد الخميصة، هذا النوع من التعبد الذي يكون الإنسان أسيرا لمقاصد باطلة. فبدل أن تقوم بأعمالك طلبا لوجه الله، تقوم بها قصدا لمطالب دنيوية، فهذا يسمى شرك القصد وشرك النيات. نعم. النوع الثالث من أنواع الشرك أيضا التي تدخل في جوانب التعبد والشعائر هو شرك المحبة. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة من أنواع التعبد القلبي، محبة من أنواع التعبد القلبي. وهنا سأتي إلى سؤالك في قضية الظاهر والباطن. نعم. يعني هل هو فعلا أمر ظاهر أم أمر باطن؟ فالمحبة هنا لاحظ الآن أمر باطني، ولكن لها أثر في الواقع، لها أثر في حياة الناس. فمثلا من يحب الله تبارك وتعالى يؤثر محابه وأوامره، مهما اجتمعت عليه وتكالبت عليه الدنيا لا يمكن أن يجعل محبة الله في وادي ومحبة الخلق في وادي. فمتى ما رجحت
محبة الخلق على محبة الله في الأوامر والنواهي والقصد والطلب وغيره، فمعنى ذلك فقد جعلت الله دون الخلق أو جعلته شريكا للخلق. نعم. على كل هذه، ولكن في تفصيل طبعا في موضوع المحبة، ولذلك القرآن في موضوع الحب تحديدا دقيق جدا، فقال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهنا أثبت على كل محبة للخلق، والإنسان يحب زوجته، يحب أبنائه، يحب كذا، لكن الضابط فيها ألا تكون أكثر من محبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها، قال أحب إليكم. لاحظ، هي محبوبة، ولم ينفي الله تبارك وتعالى، لم يقل لك لا تحبها، لكن قال لك يجب أن تكون محبة الله أكبر من محبة هذه الأشياء. فمتى ما ساويت هذه الأشياء بالله في حبه أو جعلتها فوق محبة الله، بحيث والله مرضاة هذه القضايا وحبها وطلبها والسعي إليها أشد من سعيك لحب الله، هنا تقع أيضا في الشرك. النوع الأخير هو شرك الطاعة. شرك الطاعة وهو الله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل مدار العبودية في أن نطيع الله تبارك وتعالى وأن نحتكم إليه. وهذه ربما قد على كل يتاح لنا فيها إن شاء الله فرصة، لكن هذه الأربع أشياء لا بد من التنبيه إليها. الخلاصة يمكن أن نقول بأن موضوع الشرك هنالك قضايا واضحة وبينة وظاهرة ومعلومة للناس أنها شرك. هذا يمكن أن يكون الشرك الأكبر، معلوم أن هذه قضايا أشار إليها القرآن وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك ظاهر وواضح وبين. هنالك شرك آخر، شرك خفي. شرك خفي لا يعلمه كثير من الناس، ربما لا يعلمه كثير من الناس. مثلا بعض الناس يحاول أن يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في الشرك الخفي اللي هو موضوع النوايا بشكل عام وتصحيحها وتصويبها وغير ذلك. فهذا ثم أيضا الشرك قد يتعلق بأشياء ظاهرة وقد يتعلق بأشياء باطنة. فمثلا شرك المحبة قد يكون فيه جانب باطني، شرك الدعاء قد يكون فيه جانب ظاهري أو يأخذ الجانب الظاهري، وهكذا. لكن كلها تقريبا لها تداخل، بحيث يمكن أي حالة من حالات الشرك إلا ولها في النهاية لها شيء في الباطن لها علاقة بالقلوب، وشيء في الظاهر يترجم إلى سلوك. وقد يكون البعض مختلط، يكون شرك ظاهر ناتج عن شرك باطن. ناتج عن شرك، نعم أحسنت. طيب في أمر آخر شيخنا، كثير من الأمور الشائعة في مثل هذا في الشرك، كثير من الناس يلجؤون إلى أولياء صالحين يسألونهم الشفاعة ويدعون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فلو سألنا بشكل مفصل ما هي الشفاعة وما هي شروطها وهل يملكها من البشر أحد؟ أحسنت. ببساطة شديدة جدا لو أردنا أن نقول أو نعرف الشفاعة، هي الوساطة. الوساطة يعني بعيدا عن أي جدل لغوي آخر. نعم. هي الوساطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، بمعنى قوموا للناس بالوساطات، تحركوا لهم، اشفعوا لهم، أبذلوا الوجاهات من أجلهم، يعني اشفعوا أي توسطوا. يبقى هنا موضوع الشفاعة حوله كلام كثير جدا، وهو لو تأملنا القرآن الكريم سنلاحظ أن القرآن أحيانا ينفي الشفاعة مطلقا ويجعلها يعني مدارها لله تبارك وتعالى خالصة، ليست لأحد. يعني قل إنما الشفاعة لله، يعني الله تبارك وتعالى يجعل الشفاعة له سبحانه وتعالى. ثم في مجالات أخرى يثبت نوع من أنواع الشفاعة، مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى فما لهم من شافعين، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. نعم. فدل ذلك على أن في مجالات للشفاعة والقرآن يثبت هذا النوع من وفي شفاعات منفية، فالله عز وجل أحيانا يثبت الشفاعة وأحيانا ينفي الشفاعة. لكن دعني أقول بأن الخلاصة المفروض نصلها في باب الشفاعة أن موضوع الشفاعة أي الوساطة، التقرب إلى الله تبارك وتعالى في شأن شخص من الأشخاص أو مجموعة من المجموعات، هذا يتعلق بأمرين أساسيين. الأمر الأول أن يأذن الله تبارك وتعالى لك بالشفاعة أنت كشافع، لأن الشفاعة عندها 4 أركان. عندها الشافع والمشفوع فيه والمشفوع له نعم والمشفوع الشافع والمشفوع له والمشفوع فيه، هذه 3 أركان على كل لموضوع الشفاعة. نعم. فالشافع والمشفوع، الشافع والمشفوع لا بد الشافع أن يكون مأذون له بالشفاعة،
والمشفوع له يكون مرضي عنه. هذين الشرطين. يعني لا يمكن لشخص أن يشفع في شخص لم يرضى الله عنه، ولا يمكن لشخص أن يشفع لم يأذن الله له. هنا ستأتي ربما سؤال يقول والله ما دام أن الله رضي عن الشخص وكذا، إذا ما الفائدة من الشفاعة؟ هذا سيكون قضية المقامات، وقضية أن الله تبارك وتعالى يريد أن يفضل بعض عباده ويظهر مقامهم إلى غير ذلك من الحكم التي تكون على كل في هذا الباب. فالشفاعة هي ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة للمؤمنين والصالحين، وشفاعة إلى أن نصل على إلى 6 أو 7 أنواع من أنواع الشفاعات واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة المنفية في كتاب الله هي تلك الشفاعات الجاهلية والقائمة على الشرك والقائمة على يعني على التأله على الله تبارك وتعالى. كمن في دنيانا هذه نتصور بأن فلان سيكون شفيعنا، ولم يخبرنا الله أنه شفيع. يعني نحن الآن عندنا بينة واضحة أن النبي شفيع عليه الصلاة والسلام. نعم. النبي عليه ثبتت له الشفاعة على المستوى الفردي، لكن بقية الناس بالعموم أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في شفاعة للمؤمنين. لكن من هو هذا الشخص الذي سيشفع يوم القيامة للناس؟ لم نعرف. أثبت شفاعة للشهداء، أثبت شفاعة للقراء، أثبت شفاعة للمؤمنين عامة، لكن لم يخصص. وبالتالي من يأتي ليقول ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ليأتي ليقول مثلا والله يا أخي أنا سيكون فلان شفيع يوم القيامة، أو الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني هو شفيع عند الله، ونلتقي ليكون شفيع. هذا نوع من أنواع الشفاعة المنفي، لأن الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لم يستوفي فيه الشروط. لم يستوفي فيه الشروط. وبالتالي الشفاعات التي تجدها في القرآن منفية هي هذا النوع من الشفاعة. ولذلك أهل الجاهلية كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يتطلعون إلى شفاعتهم، وكانوا يرجون شفاعتهم ونفعهم في الآخرة. وفي النهاية أنا ذكرت في الحلقة الماضية بأن هذا النوع من الشفاعات مبني في تصورات الجاهلية على قضية التبعيض، أن هذا إما ابن لله وإما بنت لله، الملائكة وعالم الجن وعالم من يثبتون والعياذ بالله من أهل الديانات الآن كالنصارى مثلا يقول بأن عيسى ابن الله. فهذا التصور الخاطئ جعلهم يتصورون بأن هؤلاء سيكونون أقرب إلى الله ويقومون بالشفاعة من هذه الناحية. فعلى كل هذا النوع منفي، والله تبارك وتعالى في القرآن أكد بأن والله موضوع الشفاعة موضوع خالص له تبارك وتعالى، وأنه بإذنه، وأنه لا يكون إلا لمن رضي عنه. وبالتالي نحن لسنا مطالبين الآن في دنيانا هذه إلى المساعي الخاطئة، أن نتصور بأن والله نشد الرحال إلى شيخ من الشيوخ ونظن بأن هذا سيكون مثلا شفيعنا عند الله. لكن تبقى القضية الأخرى، وهو ليست الأمور الأخروية. بعض الناس يتصور بأن والله في موضوع الدعاء لا يحصل له هذا الدعاء إلا عن طريق فلان، عن طريق هذه قد تكون على كل ذريعة من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى، أو أحيانا تدخل في باب البدع. والقرآن الكريم جاء ليحرر الناس ويحرر البشرية من كافة أشكال الوسائط ليربطهم مباشرة بالله تبارك وتعالى. والحلقة الماضية ذكرنا بقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه المسألة مهمة جدا، تجعل الإنسان ليس بينه وبين الله تبارك وتعالى حجاب ولا ساتر ولا غير، بل قال لك والله إذا أذنبت فتعال إلي، إذا أردت التوبة فتعال إلي، أطرق الباب، وإذا أكثرت طرق الباب فإن من طرق الباب وأكثر الطرق يفتح له. فنحن لم يعلمنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ وسائط ولا أن نتخذ شفعاء ولا كذا، بقدر ما أمرنا الله أن نعبده بشكل مباشر، وأن نتوكل عليه ونظن به خيرا، ونجتنب كل أشكال التعلق بغيره سبحانه وتعالى من أشكال التعلق التي تدخل في باب الغلو، تدخل في باب الغلو المنهي عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجتنب يعني مسائل الغلو، خاصة الغلو في الأنبياء، الغلو في الصالحين. والغلو تحديدا هو يعني الشخص الذي يتجاوز الحد المرسوم له. فالله تبارك وتعالى جعل هنالك حد بين الخالق والمخلوق، جعل حد بين الله ورسله. فأنت مثلا إذا رفعت شخص فوق مقامه، رفعت الرسول إلى مقام الألوهية، فقد وقعت في الغلو، وقعت في الإطراء مثلا والثناء الزائد الذي ينبغي أن لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، أو أعطيت منزلة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. هذا كله يدخل في الغلو والمنهي عنه، وهذا الغلو يتساوى فيه الكل. يعني من هي الغلو في الأنبياء، من هي الغلو في الأولياء، من هي الغلو في الصالحين، من هي الغلو في الملائكة إلى غير ذلك. يعني كل واحد له حد
يعني نعتقده له ونقوم بهذا الحد الذي أمرنا به. فمثلا الأنبياء أمرنا باتباعهم، الله تبارك وتعالى أمرنا بعبادته، فمن أدخل العبادة في غير بابها فقد وقع في إشكال، وقع في الغلو المنهي عنه. أي باختصار شديد أن المسلم يجب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة دون طلب وساطة أو شفاعة. يجرنا هذا إلى موضوع آخر شيخنا الفاضل في قضية الغلو. كثير من الناس يقدسون الأنبياء والصالحين ويغلون فيهم، فهل الأمر سيان بينهم وبين من يطلبون الشفاعة من أولياء صالحين أم في هذا تفصيل؟ على كل أنا ذكرت بأن الغلو أيا كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. نعم. ونهى أن يبنى على قبره عليه الصلاة والسلام، وحذر من بناء مثلا حذر من الأبنية على القبور، وأن هذا من شأن الذين سبقوا ووقعوا في ضلال وكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الغلو تلاحظ أنه يسد الباب على الجميع. يعني مثلا لو قال شخص والله ورسول الله، أو يقسم بالله ويقسم برسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى ذلك. نعم. ما كان يرضى هذا، فما كان حتى يرضى أن تأتي الواو والعاطفة بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهذه على كل من القضايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها، بحيث هي باب عام لا يجوز لأحد أن يعطي مقاما غير مقامه ويرفعه إلى درجة لا تجوز إلا لصاحب الإله الحق، لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، فقد وقع، سواء كان والله هذا نبي أو كان صالح أو كان صحابي أو غيره. فأنت ضع كل واحد في مقامه، كما أننا مطالبون بأن نضع النبي في مكانه، كذلك مطالبين أن نضع الصحابة في مكانهم، نضع ما دون الصحابة في مقامه، وهكذا. فإذا رفعت شخص فوق مقامه فإن ذلك يعد من الغلو المنهي عنه. فمثلا نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. لكن لما نأتي إلى الصحابة لم يكلفنا الله تبارك وتعالى بأن نقيم أي واحد منهم بانفراد مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا رسول يوحى إليه معصوم من الله تبارك وتعالى، وكل ما عدا ذلك فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يحسن أحيانا ويسيء أحيانا، وهكذا. فالله تبارك وتعالى علمنا هذا التراتب: مقام الألوهية، مقام الرسالة، مقام الصحبة، مقام التابعين، وهكذا. فده تقريبا التفصيل الذي يمكن أن نقوله. بصورة أدق، هل يعد الغلو أي شكل من أشكال الغلو يأخذ أحكام، على كل يأخذ أحكام، فقد يكون شركا، وقد يكون بدعة، وقد يكون خلاف الأولى ويكون مكروها أحيانا، وهكذا. يعني فيها تفصيل. فمثلا لو أن شخص تصور أن نبيا أو وليا يعطي الولد، اعتقد هذا الاعتقاد، هذا وضعه في غير مقامه، هذا شرك. نعم. لكن شخص مثلا ذهب للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ، توسل بالنبي بعد موته، هذه مسألة خلافية معروفة عند أهل السنة مثلا. فهنالك من يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، فهنا لا نستطيع أن نجعل هذا النوع من أنواع البدع المتفق عليه. لكن واحد آخر ذهب للتوسل بولي من الأولياء ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا بعضهم قال هذه بدعة واضحة، لأنه لم يرد في التوسل المشروع هذا النوع من التوسل وهذا النوع من الوسائط. فهي فيها على كل هذا النوع من التقسيم، قد تكون شركا، وقد تكون بدعة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون خلاف الأولى. هذه كلها تقريبا تراتب في موضوع التعامل. طيب، أيضا لو سألنا عن صور من صور الشرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل نستنتج من هذا أن الذهاب إلى العرافين أو الكهنة شركا؟ هذا طبعا فرع عن مسألة مهمة جدا، وهي لابد أن تترسخ ابتداء في ذهنية المسلم وعقيدته، وهو أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى أصول الغيب المعروفة. وبالتالي هذا الخلل الذي يقع للناس في أنه والله يتصور بأن هنالك من يمكنه أن يعلم الغيب، فإنه يقع في باب عظيم جدا من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى، ويقع في الطغيان، لأنه هذا طغيان وتجاوز للحد ووقوع في الطغيان. وبالتالي موضوع العرافين وموضوع الكهنة وموضوع السحرة أو موضوع الذهاب إلى الجن، هذا الإطار كله فيه مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة عقائدية،
وهو أن الإنسان يكون عقيدته التي بناها فيما يتعلق بعلم الغيب الذي اختص الله به نفسه وضعه لغيره. هذه مشكلة. الأمر الثاني وهو أنه يدخل في أبواب الأوهام العقلية، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نحافظ على أدياننا بصحتها، وأن نحافظ على عقولنا كذلك بعلم الحقائق، وأن لا نذهب إلى الأوهام. فالذي يذهب إلى هؤلاء العرافين والكهنة والسحرة والمنجمين وأصحاب الرملة هذول كلهم تقريبا يقعون في هذه الإشكالية. طيب نستأذنكم في فاصل شيخنا الفاضل. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، للحديث بقية ولكن بعد الفاصل. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟
مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرحب مجددا بفضيلة الدكتور حسن. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن. مرحبا. طيب، استكمالا لما بدأنا الحديث فيه قبل الفاصل، ما الحكم في هذا بعد أن أدركنا خطورة الموضوع؟ ما الحكم في الذهاب إلى الكهنة والعرافين؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الكهنة والذهاب إليهم وكذا أكثر من حديث، وتقريبا يترتب عليه أمرين خطيرين. أحدهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا، في بعض الروايات فصدقه، لكن رواية مسلم لم تتحدث عن موضوع التصديق بقدر ما تحدثت عن موضوع السؤال. نعم. فيها لا يقبل الله له 40 صلاة، وفيها أيضا خطورة أخرى، وهو فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا طبعا أمرين عظيمين. الأمر الأول، بغض النظر الآن لست بصدد التكفير وأنه هل هو تكفير كلي يخرج من الملة أم لا، ليست هذا، لكن يكفينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ظاهريا هذا الحديث، أثبت لهذا الشخص الذي يذهب إلى الكاهن ويسأله ويصدقه في بعض الروايات فقد كفر بما أنزل عليه. لماذا كفر بما أنزل على محمد؟ لأن كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو تحرير العقول وتحرير هذه النفس البشرية من الأوهام ومن البحث أو التصديق بغيبيات لم ينزل الله تبارك وتعالى بها علما، وبناء تقريبا بناء قناعات عقلية أحيانا واهمة لا تصح لا نقلا ولا عقلا ولا تجربة، وبالتالي أنت تعيش حالة من الأوهام. والشريعة جاءت لتقول لك أنت لست عبدا لهذه الأوهام، أنت حرا باتباعك لكلام الله. فالكفر بما أنزل على محمد في أن الشخص الذي يصدق الكهنة فارق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعة الدين. طبيعة الدين تقول بأن والله الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن هذا الغيب يأذن الله تبارك وتعالى فيه لبعض رسله ليخبر البشرية عن بعض قضايا الغيب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أيضا ترتب عقوبة في هذه الدنيا، وهو أن الشخص الذي يأتي هؤلاء الكهنة لا يقبل الله تبارك وتعالى له 40 يوما، يعني كأنما أنت تصلي 40 يوم ولكن كلها صلاة مرفوضة ومردودة والعياذ بالله، ويكفي ذلك يعني عقوبة والعياذ بالله أن لا يقبل للإنسان 40 يوم في صلاته. طيب، أيضا من الأسئلة الواردة في صور الشرك ما ظهر مؤخرا في كثير من الدول من بعض التشريعات التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، فهل التصالح مع هذه التشريعات يعتبر شركا؟ وكيف الخلاص لمن اضطر للعيش في مثل هذه الدول؟ على كل من أبواب التوحيد المهمة جدا المرتبطة بالربوبية على الأصح هي موضوع التشريع لله تبارك وتعالى. فالمؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو السيد وهو الرب وهو المالك وهو المشرع وهو الحاكم. نعم. يعني شهادة أن لا إله إلا مقتضياتها أنك سلمت الأمر في التشريع لله تبارك وتعالى، فتتلقى تشريع الله تبارك وتعالى وتتلقى حكمه وتتلقى أوامره، كما أنك تعترف له بالخالقية تعترف له كذلك بالأمر، تعترف له بالحاكمية، تعترف له بأنه هو المشرع. وهذا النوع من أنواع الشرك الله تبارك وتعالى يعني ذكره في كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال: ولا يشرك في حكمه أحد. فقضية شرك التحكيم على كل وشرك التشريع للأسف الشديد من أكثر ما وقعت فيه البشرية في واقعنا المعاصر، وخصوصا بعدما ابتليت به أوروبا من قضية تنحية الدين ودخولها في ميدان اللادينية والإقرار بما يسمونه بالعلمانية أو باللادينية على الأصح، وجعل الإنسان قائما مقام الإله في التشريع، فجعلوا الإنسان مشرعا لنفسه ومشرعا لغيره، فأقاموا هذا الإنسان مقام الإله. يعني نحن في إسلامنا وفي ديننا نقر بأن التشريع للخالق. وأعجبني حقيقة في هذا الباب من انتقل بهذا النوع من المسمى. كان في السابق دائما ما يشار قضية العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة وكذا، لكن الصحيح قال أن نسميها الخلقانية أو يعني منسوبة إلى إيه؟ إلى الخلق. يعني نحن مثلا الأحكام منسوبة إلى الخالق، هذا النوع من التشريع البشر سماه الخلقانية، وبالتالي يقول لا نسميها علمانية، الصحيح أن نسميها هي خلقانية، بمعنى نقل مهمة التشريع والحاكمية ووضع وتنظيم حياة البشر ينقلونها من الله إلى الناس، فيجعلون الناس أربابا لبعضهم البعض. والله عز وجل نهى عن ذلك وحرمه في قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد
إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلما سمع عدي بن حاتم هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، قال يا رسول الله لسنا نعبده، يعني كيف نحن نجعل يعني كوننا يتخذ بعضنا بعض معناه في عبادة أرباب من دون الله. لكن عمليا هكذا، عمليا عندما تكون هنالك فئة مشرعة تتولى مهمة التشريع وتلزم به بقية الناس، فقد تألت على هؤلاء الناس ووضعت نفسها في مقام الإله وفي مقام الرب، لأن المشرع الأصل فيه أن يكون مفارقا للبيئة التي يشرع لها. فعندما يكون هنالك مجموعة من الناس يتولون التشريع للناس ثم يلزمون الناس بعد ذلك بتشريعاتهم القائمة على الرغبة، القائمة على الشهوة، القائمة على المصلحة، القائمة على الحسابات الخاصة، القائمة على دعومات الشركات، هذا كله في نهاية المطاف يحول البشرية ما بين أرباب ومربوبين، ما بين أتباع وما بين سادة وعبيد، هذه على الحقيقة. فلما قال لسنا نعبدهم يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد بصورة واضحة، قال أليس يحرمون لكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فهذا النوع من الشرك والعياذ بالله وقعت فيه البشرية بشكل واسع من خلال القوانين، من خلال الدساتير التي لا تكون مرجعيتها كتاب الله تبارك وتعالى ولا تكون مرجعيتها إلى الدين. هذا النوع من التشريعات بطبيعة الحال تكلم فيه كثير من علماء العصر بأنه يقع في دائرة الإشراك بالله تبارك وتعالى، وهو شرك التشريع وشرك الحاكمية كما يسميه البعض. أحسن الله عليكم شيخنا، وشاكر لكم هذا التقديم. لعلي أنتقل وإياكم إلى أسئلة الجمهور. سائلة تسأل تقول: في حال أقسمت الأم أو المعلمة على عقاب معين للأبناء أو الطالبات ولم تنفذ العقاب أو أرادت أن تعدل عنه، ماذا عليها في هذا؟ على كل هي هذا النوع من التعامل يعني يكون العدول منه إلى ما هو أنفع وأصلح. نعم، يكون إلى ما هو أنفع وأصلح. فإذا عدلت إلى ما هو أصلح وأنفع فعليها كفارة يمين. عليها كفارة يمين. كفارة يمين، نعم. طيب، أيضا سؤال آخر. تقول هذه امرأة سافرت إلى البلد الذي فيه أهلها ولم تحدد مدة الإقامة ولكنها لن تكون أكثر من شهر، فهل يجوز لها الجمع والقصر في ذلك المكان أم لا؟ هلا كنا هذه المسألة فيها تفصيل طويل يعني، لكن مبناها عموما إذا لم يكن الإنسان مستقرا استقرار إقامة، الصحيح أنها تقصر هذه المدة. الصحيح أنها تقصر طوال مدة، أنها ليست مقيمة إقامة دائمة، بمعنى بعض الناس يذهب إلى بلد من البلدان وخلاص يرتب أحواله للإقامة، فيؤجر بيت ويذهب في الإجراءات ويسجل في هذا البلد ويخرج إقامة ويكون خلاص يعني على كل وطن نفسه ليكون مقيما. هذا يختلف وضعه عن شخص لا، هو جاء زائر في كل الأحوال مدته محدودة، سواء كان أخذ 4 أيام كما تضبطها بعض المذاهب. ولكن الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصروا مدة أكثر من هذه 4 أيام، وبالتالي الصحيح أنه ما دام علة السفر موجودة، يعني الشخص في حكم المسافر أو في حكم المسافر، فإنه يقصر ويجمع ما لم يقيم يعني. ما لم يقيم، نعم. طيب، أيضا سائل يقول: هل يجوز في حالة كتابة عقد النكاح أن يكون عن بعد، مثل أن تكون العروس في بلد والعريس في بلد آخر والشهود كذلك في بلد آخر؟ لا حرج إذا تم الاستيثاق، إذا تم التوثق. نعم. عرفوا تماما بأن الولي موجود ووليها راضي، وهي أيضا تم التأكد من رضاها وتم التعرف، يعني ليست قضية وهمية أشخاص غير معروفين أو غير، لا، عرف الزوج وعرفت الزوجة وتم التأكد من أركان العقد وهي القبول والإيجاب والقبول، وتعرفنا على الشهود وتعرفنا على الوثائق. فعلى كل هذه أيضا مما يعني ييسر إن شاء الله على الناس موضوع الزواج لمن هم في مواقع متباعدة. فعلى كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. لا حرج إذا وجد التوثيق فيه. نعم، إذا تم طيب. التوثق. أيضا سائل يقول: ما حكم جمع نية الصيام في النافلة، أي أن أنوي صيام الاثنين ويكون يوافق أيام البيض؟ ينوي أنه يجمع النية في صيام النافلة. على كل لا حرج في موضوع النوافل، لا حرج في موضوع النوافل، أن الشخص مثلا فضل الله واسع، عموما فضل الله واسع، لكن بعضهم يعني رأى أن الخلط بين النافلة والفريضة قد يكون مشكل، بحيث يعني شخص مثلا عنده فرض ويدخل عليه نافلة، إدخال النافلة على الفرض قد يكون محل إشكال. أما النافلة بالنافلة، لكن النافلة بالنوافل لا شيء فيها. طيب، أيضا هنا يقول: هل من يشرب الخمر في الدنيا ثم يتوب منها يشربها في الآخرة أم لا؟ وبصورة أدق، هل يتساوى من تاب عنها
مع من صبر عنها، وما الحكم في هذا؟ على كل التوبة تجوب ما قبلها، لكن الذي يكون مستمرا عليها حتى يلقى الله تبارك وتعالى هذا والله أعلم هو الذي ينطبق فيه الوعيد. وإلا لو قلنا بأن والله من شربها في الدنيا وتاب بعد ذلك فإن ذلك يتناقض مع منطق التوبة عموما. منطق التوبة أن الإنسان إذا تاب عن شيء تاب الله عنه وجب كل شيء ما قبله، بل بالعكس قد تتحول سيئاته إلى حسنات. وهذا ما يشجع الناس حقيقة على التوبة وعلى الاستغفار وعلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وألا يسد عليهم هذا الباب العظيم وهو باب التوبة، وهو من أوسع الأبواب التي يحبها الله تبارك وتعالى، ومن من أسمائه تبارك وتعالى التواب. ونحن نتكلم عن التوحيد وأسماء الله وصفاته فاعلة وعاملة، ولو لم يكن الناس يخطئون ويستغفرون ويتوبون لما وجدنا اسم الله التواب أصلا. فأسماء الله تبارك وتعالى عاملة وفاعلة وغير معطلة. فهذا الشخص إن شاء الله إذا تاب وصدقت توبته ورجع الله وندم على ما فعل فإنه يكون إن شاء الله ممن يشربون الخمر في الآخرة إن شاء الله. طيب، أيضا هل يجوز الاستغاثة أو طلب المعونة من غير الله سبحانه وتعالى؟ الاستغاثة على نوعين. النوع الأول هي استغاثة يعني شخص بشخص يدرك أن ما يطلبه ويستغيث من الطرف الآخر مقدور عليه، كان أقول لك ناولني مثلا الماء، أعطني كذا، ساعدني في الشيء الفلاني، يا فلان تعال أخدم معي في الشيء الفلاني. فهذه تسمى الاستغاثة الجائزة التي هي في مقدور العبد المكلف أو الشخص الذي تطلب منه الاستغاثة. لكن هنالك نوع آخر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كأن مثلا شخص في صحراء ويستغيث بشيخ من الشيوخ وهو يدرك تماما أن هذا الشيخ في هذه اللحظة لا يملك له شيئا وباب السماء مفتوح بينه وبين الله عز وجل. فهذا النوع من الاستغاثة هو الذي يصنف في الشرك بالله تبارك وتعالى. فكل شيء الضابط كل شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى صرفه لغير الله شرك. استعاذة، استغاثة، استعانة، توكل، هذا كله على كل تصرفه لغير الله تبارك وتعالى يقع في دائرة الشرك بالله تبارك وتعالى. شاكرين لكم شيخنا الفاضل هذا التقديم الرائع وهذه الأجوبة الكافية. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. للحديث بقية في نفس الموعد من كل أسبوع، ترقبونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oh, oh, oh.